بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ويانا سعودي ستيق المعروف باسم ابو سعود. من الله ينعم حالك. اليوم بودكاستنا او فقرتنا عن السيارات مع احد الاشخاص الملمين بالموضوع والتوب بالعالم السيارات. فراح ندش على اسئله دايركت واسالك كم سياره عندك؟ على طول على طول. ما شاء الله على طول على جاهزين. طبعا انا من النوع اللي ما اخزن كثير، امم استبدل او اسوي ابجريد للسيارات. فحاليا امتلك 3 سيارات، والرابعه سياره عائليه، فتوتل 4. نبي نعرف الاربع سيارات لازم تقولهم. اوكي. التحفه العالميه اللي عندي طبعا الدوج فايبر الاي سي ار 2016 نسخه اللانش اديشن، ستوك نشيط عليها خفايف بس يعني انا اعرفها هذه خفايف. خفايف يعني خفايف، هل مصرح انك تقولهم ولا لا؟ اكزوز برمجه يعني اشياء خفيفه كذا. غير السكان بس تلبيس سكان. اي وعندي الدوج برضو التشالنجر الهلكات الرداي، ستوك مو بنشيط، ستوك صدقي ولا بألمس فيه شيء، عرفت؟ 800 حصان ما شاء الله تبارك الرحمن، مكفيه وموفيه، تمام. واستخدمها استخدام يومي حتى. وعندي تحفه الفا روميو الفور سي السبايدر 2016، عليها خفايف. لا امزح. الفور سي لما صنعوها الشركه الصانعه الجميله مسوينها سياره انها تكون حقه وناسه، فتوزيع الوزن غلط الكامبر غلط عشان لما تدوسي تختبص تحس بكل شيء. فعدلت الالاينمنت، جبت لها زي القواعد حقه المقصات، صار فيها كامبر شوي نيجاتيف كامبر، ونزلت السياره شويه على اساس انها تكون فيها توزيع افضل، وغيرت لها كفرات عشان تمسك صح. وهذه هي السيارة العائلية عاد. العائلية شنو؟ العاليه من قريب والله شريتها، هي دوج دورانجو ار تي تدري يوم قلت لي عائلية انا شنو عبالي؟ أيه. كيا كرنفال. ميني فان، عرفت؟ ميني فان. قلت لي سيارة عائلية توني شريتها دورانجو، هم دورانجو في 8 هيمي اورنج اديشن، فالصوت ما شاء الله يلعلع، تسمع من اخر الشارع. يعني تعرف يعني عشان اذا تبي تطلع مع العائله وتبي تتحمس انك تطلع مع العائله، فانت تبي سياره يعني تستانس فيها. اخترت انها تكون الدوج دورانجو. ففي 8 اهم شيء انها في 8. ما شاء الله تبارك الرحمن، كولكشن دوجات. إيه. واضح انك من محبين الدوجات يا ابو سعود. محبين الامريكي. اول شيء حبيت اقول شرفتنا ونورتنا الكويت، ويا مرحبا والله وسهلا بين اخوانك واهلك. ما يحتاج، ومن الشخصيات اللي احنا الصراحه يعني كان ودنا نقابلها من زمان، ومن صناع المحتوى بالنسبه لنا يعني من التوب بالخليج. الله يوفقك ان شاء الله وتستاهل كل خير. وياكم. نرجع لموضوع الامريكي عندك ابو غلب. الموضوع الامريكي الحين من السيارات او مو من السيارات هذيل، اول سيارة خذيتها شنو كان؟ انت عشان لما تتكلم في الامريكي ترى في تاريخ احنا تربينا على السيارات الامريكيه واحنا صغار، كنا نشوفها هي الشيء الخرافي. ولما تقول شيء خرافي ترى احنا احلامنا بسيطه احنا صغار. كابرس لما تشوف الكابرس قسم بالله اتذكرها كاني اشوف الحين قدام عيني. كنا صغار طبعا، وكان قدامنا اشاره بتروح يسار، صحيح، كتم لأم الدعسة على الإشارة، برن اوت ودخنة، وحنا كذا عرفت اوه ماي جاد بهرت. فوت فخلاص انت يعني يبدأ يتكون عندك شغف مو طبيعي على السيارات. صحيح. والامريكي خصوصا لأنه كان يعني صوته يعني يحرك مو مشاعرك، يحرك الدماغ اللي ورا، يبدأ يهز مع كل تشغيل. فيعني من هنا بدأ العشق صراحة. بدأ. بس الحين أول سيارة هي كانت شنو؟ أول سيارة لها قصة يعني كبيرة، يمكن سولفت فيها كثير في سناب. ترى أنا أول سيارة تعلقت فيها خلاص هذه السيارة اللي لازم أشتريها كانت الكورفت. كم كان عمرك؟ لا كنت لسه مخلص جامعة، وفي أول وظيفة تتكلم على 25 يمكن أو 26. فكورفت، وخالي كان عنده واحدة فكان يوقفها عندنا في الحوش. فيعني هذه الكورفت بالنسبة لنا فراري تستروسا. صحيح. هذه أعظم سيارة صنعها البشر عندنا. فكان حيل خاطري فيها. سبحان الله يوم جيت أشتريها تعقدت الأمور، ما تسهلت،
وصار لي موقف حيل خايس مع يعني مسؤول المبيعات في ذاك الوقت. تخيل انت رايح سيارة احلامك اللي ما تشوف فيها اللي ما تسمع فيها، وتروح تدخل الوكالة ومقفلين البيبان، عرفت؟ وتنادي لو سمحت افتح لي الباب، يطالعك ما اقدر افتح لك الباب. اي والله ليه يا ابن الحلال؟ قال ما لا ممنوع. عرفت اللي يعني حاقرك. اوكي ما في مشكله. طيب يعني الله يعافيك لو سمحت الكتالوج بس يعني هم مبطلين وكل شيء بس ما يبونك تدش يعني، ولا ابى اشوف السياره من داخل. مسكرين الباب، مسكرين مقفلينه، ما يبون يبطلون لك كل سياره، ما يبون يبطلوا السياره. وانت جاي معزم ان انا باخذ السياره. اي ابي اشوفه، بشتري انا كاشي معي يعني، ومشكله انا جاي اشتري كاش يعني. ان شاء الله تشتري كاش بعد، وهم ما يبون يبطلون لك باب السياره. تخيل شكلي ما كان يوحي، ما ادري عاد. لا محشوم. انا ودي اللي شاف الشخص المبيعات هذا يكون ان شاء الله قاعد يشوف البودكاست. اتمنى صراحه. انا اتمنى اشوفه شخصيا. ضغطت عليه وراح جاب لي كتالوج من داخل، يعني متمنن علي فيه، عرفت؟ الكتالوج ذا الحين عندي على فكره. هذا دليل على حب السياره. ما اعشق الكوربت هذا. المهم الله كتب، ما عجبني التصرف. رجعت كان في فرق يمكن 20 أو 30 ألف ريال عن الكاش اللي معاي. فقلت هذا مو راضي يعطيني وجه عشان نتفاهم على السعر. رجعت كلمت مع خالي مرة ثانية بحكم انه هو اللي كان يعني عن السيارات في ذاك الوقت. ما عليك منه. انا ضبطك وما ادري ايش. فرحنا حاولنا نجيب السيارة من امريكا حتى، يعني وصلنا الى هالدرجة. طبعا في ذاك الوقت ما كانت الامور سهلة مثل الحين. صحيح. عشان تجيب سيارة من امريكا ترى واسطات وحب خشوم ومكالمات. الحين ما شاء الله الامور تسلم فاكس يمكن حتى ما كان في انترنت. انا اتكلم في 2008 2009 يعني اللي ما كان في صارت كانت صعبه صح. تكلمهم نوكيا. والله شيء صعب. المهم ما الله راد وبدت تتعطل الامور وانا بسياره خلاص. وكل شوي تصعب اكثر. وكلمنا واحد في امريكا وبعدين طول علينا ما رد. واكلم خال، صارت قصه. بسياره الحين كبر الموضوع حيل كبر. طيب والوكاله ما عندهم هذه رافعين سعرها كانت 230 ألف. السي 6 العاديه كانت الاس 2. انا كان عندي حول 200 يعني يعني لسه 30 في نقص شويه. فكان في ازمه صايره. خالي رمالي اياها كذا، قال لي ترى الدوج تشالنجر توها نازله روح شوفها. لا. كوربت عرفت. قال روح شوفها يا ابن الحلال توها نازله جديده وما ادري ايش. رحت شوف الفرق في التعامل. طبعا هذا الكلام في 2009. دخلت الصالة لفيت على السيارة لفة، لفيت على السيارة لفة ثانية. من بعيد موظف المبيعات شافني، أخذ المفتاح وفتح الباب من بعيد. أشوف كذا فجأة الأنوار كذا تشك تشك، فتحت الأبواب، عرفت الأقفال. وجاني كذا بالمفتاح يقول لي تفضل، شكلها عجبتك، يقول لي تفضل شوف. إن شاء الله فرق التعامل. صحيح تعامل. هذاك كرشني ما يبيني. وادخل السياره واركب عاد الشاشه ذيك القديمه مالت الدوج عزاها. اي والالوان الكلاسيكيه وطالع مدري ايش. شوي يفتح لي الكبوت قال تعال 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 شوف. تفتح هذا عاد ثلاجه ال61 ما يحتاج. الفضيه هذه ديكور قسم بالله شيء وكذا وهيمي على جنب عرفت. فقلت له وانا يعني مو متوقع، قلت له في تجربه قياده. قال لي تبي تسوقها؟ قلت يعني بجرب يعني. الكوربت انا سكتها لان عند خالي فانا عارف الشعور يعني. فقلت له يعني لو في يعني سيارة توها نازله. قال لي السبت، احنا كنا يوم خميس، قال لي السبت تسوقها. حلو اوكي. المهم طلعت وقعدت اسولف وذا ومدري ايش. الجمعه طلعت ويا اهلي واكلم ابوي. قلت يبغى لقيت سياره ومدري ايش وهذا. قال لي اي واحده؟ قلت له مو الكوربت الدوج تشالنجر. قال ايه الكوربت نازله ايش تبي فيها؟ قلت حلو يعني ابوي يوافق على التشالنجر. زين الحمد لله. تشالنجر شنو؟ ما ادري اول ما نزل جديده توها جديده مره. ودوج فهو عباله تشارجر فما اخذها للحين. والازمه كانت انها كانت نازله يعني الكوربت انه ما اوكي ما في مشكله. فعلا والله طلعت السبت جربت السياره سكتها حرقنا السياره. كان شيء مو طبيعي. اختصارا للقصة ما كملت الأسبوع السيارة عندي في البيت. ما كملت أسبوع. الله يبارك لك. هل هي السيارة نفسها اللي عندك الحين؟ لا طبعا، بس هذيك السيارة كانت أول سيارة أمتلكها أشتريها. طبعا أنا سكت قبلها وإحنا صغار تعرف
ديدسن مكسيمة اعرف الحزه هذه قبل صلاه الجمعه لان الوالد يكون نايم. اوه فجريات الصيف عرفت ما عندك مدرسه تنتظرهم ينامون الفجر تسحب المفتاح لا حد يسمع تشغل تلف الحاره وترد تصفط انك مسوي شيء. صلاه الفجر خلاص. عاد كان يصيدك الوالد ما قادر يحس السياره متحركه صفطتها مو سنه. اللي كنا نزرفها مو سياره ابوي كنا نزرف سياره عمي فكان عندهم كراون تويوتا كراون على ايامها خلص في بس كان شيء صوت اول ما تشغل صوت ثلاجه تسمع من اخر الشارع يا رب ما يصحى يا رب ما نطلع نروح ونرجع. فكانت صراحه يعني طفوله. انا على هذيك الايام اذكر للحين اذكر صوت الاطراق اللي خذيته. الله اكبر. لان سمعته 3D وخلصته بابتسامه. مبتسم انه اكيد يعني البير مينيمم ان ناخذ اطراق اي مالوت اول ما يغشمرون يا جماعه. وداعم فيها بعد وداعم فيها زين انه جت على اطراق بس رست على اطراق. هونداي اكسنت كان لونها ازرق بس انا متخيلها شنو تايب ار. اكيد اي طبعا كانت سوبريه والله. الحين السؤال الثاني عندك 3 سيارات اللي خلينا نسولف عن الفايبر والتشالنجر والالفا روميو. فرق الشعور بين كل واحده والثانيه والله فرق مو بسيط جدا يعني كل واحده ترى لها شخصيه مختلفه واحساس مختلف تماما. طبعا التدرج اللي صار مع التشالنجر مو كبير او مو كثير خلينا نقول. الاولى اللي هي اللي شريتها كان لونها احمر وانا كان خاطرني تكون سياره لونها صفراء صراحه فرشيتها اصفر اختصار الموضوع. كان في واحد الله يذكره بالخير توفى الله يرحمه يغفر له اسمه ابو جود قال هذه كانها موزه وصار عليها صار اسمها الموزه راحت الموزه جت وشاركنا عليها في بطولات وشاركنا عليها وقعدت معي 7 سنين الين نزل الهلكات 2015. انا متى شريتها 2009 وطالع عرفت والله ادق خشم الهلكات. معي الموزه حبيبي ايش فيك ستروكر 440 جير شغل مرتب. فقررت اني اسوي مشروع. طبعا السياره كانت حول 500 حصان قررت اسوي مشروع تنفس طبيعي 700 حصان ان شاء الله. وبديت في المشروع فعليا بس في نص المشروع او على نهايته تقريبا كنا نبرمج فيه جاء شراي وصراحه الموزه يعني كانت قاعد تموت يعني كاستخدام يومي. انا كنت استخدام يومي ترى اداوم عليها اطلع فيها الاهل امسك عليها خط وهي معدله ستروكر وازعاج وهذا فيعني سوت فيني كم حركه يعني خلاص. ايه قاعد الله يسامحها. الله يسامحني كفه توفت. الله يسامحني الله يسامحك هي كفه توفت. هي ستوك 425 انت صاكها 700 يعني كثر الله خيرها. اي والله. شنو شعورك اول ما خذيت الموزه؟ يعني ابي الشعور اللي خذيتها من باب الوكاله. شعور هذا ما ينعاد مرتين والله مستحيل. اول سياره رياضيه تشتريها في حياتك ترى انت كشاب خليجي خلينا نتكلم ما بقول سعودي شاب خليجي عندك مشكلتين في الحياه انك تشتري سياره وتتزوج. يعني هذه المشاكل الماليه عندك في حياتك. اذا انحلت هذول الثنتين منو كان اول السياره ولا الزواج؟ السياره ما يحتاج. لا والسياره وفتره بعد. فاول ما شريت السياره كيشت جاك شو اسمه موظف المبيعات يعطيك المفاتيح جالس معك في السياره يعلمك كذا تضغط وكذا وانت تقول داخلك طبعا خلص علي انا الحين بفهم انا كل شيء الحين ما راح افهم كل شيء خلص وهنا النافيجيشن يا عمي نافيجيشن مين هو يبي يطلع بس من باب الوكاله. فتاخذ المفتاح تشغل وتروح. لا يعني على وقته دخلت كذا يعني طبعا من السياره من الوكاله للبيت يمكن 10 دقائق سنه بالنسبه لي كانت وخايف عليها ولا حد يجيك ويحدك وشوي واطلع ايدي من القزاز عرفت لا حد يقرب سياره جديده ارجوكم. ولين توصل البيت دخل الجراج واهلك جايين ومبسوطين. اقول لك يعني كشاب خليجي صدقني السياره يعني ترى شيء روعه. فكانت يعني مومنت اوف براود انك
جدا فخور اني قدرت اشتري سياره. اتشيفمنت صار كفو. بحياتي. ايه لان يمكن متابعين اول مره يعرفون انا اشتغلت سنتين شغله خايسه حيل وصعبه حيل عشان اجمع فلوس السياره. شغل مو عيب طال عمرك، شغل مو عيب. اكيد كفو، شو ما كفو. بعرف. لا الحين انا كفو. ابي اعرف الشغله هذه. يعجبني الشخص المكافح. لا بس انا ابي اعرف الشغله هذه لان هذه الشغله هي اللي راح تحمس الشباب يشتغلون يكدون عشان يبون يعني اكيد. يجيبونه. طيب عشان بس ما ننسى السؤال انا برجع له بعدين. انا دراستي تخصصي هندسه بحريه، مارين انجينيرنج. ما شاء الله. فاخذت شهادتي في بريطانيا جامعه نيوكاسل، واشتغلت شغلتي الاولى كانت في البحر. فانا كنت اشتغل على ناقلات نفط كمهندس شاء الله ميكانيكي تبارك الرحمن. وكنترول وانجينير اوف ذا اللي يعوش. تقعد بالاشهر كنا صح او اي بالضبط انا جايك في هذه. فاحنا كيف كانت طبيعه العمل؟ تلتحق في السفينه كاوفيسر اوف ذا واتش، وبعدها تطلع على حسب رحله السفينه طبعا. فاحنا كنا ناخذ نفط من راس تنوره اللي هو في الخليج العربي، ونطلع طال عمرك نتمشى في البحر الين توصل لامريكا. لين امريكا. اي تشق المحيط الاطلسي كله زين هذا فتوصل هناك وترجع. هذه الرحله الواحده تستغرق تقريبا 3 شهور. تمام. صحيح. فانت 3 شهور شبه منقطع عن العالم، ما عندك لا جوال ولا عندك شبكه ولا عندك بطيخ، امورك كلها بطيخيه. فاشتغلت فيها تقريبا 2 في نفس هذه الشغله. طبعا ال3 شهور تنزل بعد ما تخلص ال3 شهور كنا ناخذ عن كل شهر 20 يوم اجازه مدفوعه. ايه فانت تقريبا لو تحسبها طلع لك كل 3 شهور لك 2 اجازه. حلو. والشهرين طبعا مو تقعد في البيت مستانس. ايه. كل شوي داقين عليك، ها اسمع ترى في رحله قريبه وما ادري، واخر 10 ايام مو لك، فقصه يعني. فانت الشهرين احسبها شهر وناسه وشهر على اعصابك، ما تدري متى ما تدري متى انت رحلتك. ورحله كانك رايح استغفر الله سجن، عرفت؟ لان فعلا ترى احنا 30 شخص، هم ال30 اللي بتعيش معهم 2-3 ما. فكانت جدا صعبه، بس الحمد لله تعلمت فيها اشياء كثيره. خبرتي الميكانيكيه الحين في السيارات ترى جت من هناك، لان من كنت السفينة. افكفك كل شيء فضاوه 3 سبحان شهور. الله. ماكينه السفينه ديزل اول شيء، فما فيها بواجي. إيه. والسلندر الواحد 3 ادوار. ما شاء الله. يعني تقيس بيتكم، انت بيتكم دورين، ايه السلندر واحد ترى 3 ادوار. تمام. فانا كنت اقيس السلندر داخل، كنت شلون اقيسه؟ كنا ندخل حاول تتخيلها لابس لافرول إيه. تدخل داخل السلندر وتشبك طبعا الموتر عشان يلف الماكينه اللي هو الكرانك حقها، وتنزل يبدا البستم ينزل فيك، وتصير معاك المقياس عشان تقيس التير اند وير حق السلندر. الله اكبر. فاحنا 3 داخل سلندر واحد قاعد نقيس. فلما الحين تشوف سلندر السياره انت اصبعك يلا يدخل السلندر. يعني انت اللي سويته درست الانجن المحرك السياره داخل المحرك. داخل المحرك. ايه بالضبط. عرف ليش هذا نشوفه باليوتيوب، انت لا دشيت داخل المحرك. داخل فالحين انت قاعد تخيل نفسك محرك التشالنجر انت داخله. ايه بالضبط. يعني ماكينه السياره لعبه بالنسبه لنا، عرفت انه يعني انا فادتك وايد الخبره اللي بالسفينه. خبره واخذت فلوس الحمد لله. لان انت 3 شهور انت ايش تصرف؟ انت ما تصرف شيء. صح. لا طلعات لا كافيات لا اكل لا شيء، انت قاعد في راتب ينزل ويتخزن بس ما تنزل طبعا سفاح. عرفت؟ تحس نفسك ملك شهر يدقون عليك. اي وشهر بس شباب ما قاطعكم بالخير، انا عندي سؤال على طاري برا السيارات، على طاري الوظيفه مالته. ابي صدق هذيل في اللي هم يسمونهم القراصنه مالت مروا عليك يعني؟ الحقونا مره بالله عليك. والله العظيم. ومين اكثر واحد كان خواف؟ منو؟ حقير. منو؟ الكابتن اللي المفروض كلنا يعني نطالع فيه، المفروض هو الحامي. احنا نقول لك السالفه حيله قويه. انا عبالي بس بالافلام طلع صدق في قراصنه. ابي اسمع اسرد لنا طال عمرك شوف السالفه. الكابتن خايف راح اتشاهد. راح اقطع عمري بالبحر. طبعا اسلم. في فتره من الفترات اشتدت القراصنه. كانت فتره سيئه صراحه بالنسبه لنا احنا كعاملين في البحر، وكانت تحت عند بحر العرب اللي هو لما تطلع من البحر الأحمر متجه جنوب في هذيك المنطقة قريبة من الصومال وقريبة من هذه المدن. فكانت تكثر فيها القرصنة ايش كانوا يسوون؟ ياخذون السفينة يطلبون فدية ويرجعون السفينة، يعني ما كان في ذاك
الدراما يعني الكثيره. بس انه ايش كانت المشكله؟ طبعا هم كانوا يدربوننا انه يعني كيف تحمي نفسك وما ادري ايش وذا. يعطونك رشاش مويه، عرفت؟ يقول لك اذا جاء القراصنه تفتح المضخه وترش عليهم ماي. زي وذا رشني بكلاش جايني بكلاشينكوف هذا خبل انت ترش عليه مويه. فطبعا ممنوع الاسلحه عندنا السفن لانها سفن تجاريه مو حربيه. فيوم من الايام طبعا احنا كنا نشتغل شفتات. الشفت اللي انا كان اشتغل فيه من 12 ل 4، من 12 الظهر ل 4 العصر، ومن 12 بالليل ل 4 الفجر. وفي مهندسين ثانيين يغطون باقي الشفتات، واحد يشتغل من 4 ل 8 وواحد يشتغل من 8 ل 12، وارجع انا من 12 ل 4. فانا صحيت 12 الظهر شفتي. العاده انزل اخذ لي اكل اتغدى سريع قبل ال 12 في مثل الكيتشن مطبخ وهذا، وبعدين انزل تحت. طبعا احنا شغلنا تحت الماكينه تحت. عاده انزل غدا زحمه وازعاج نزلت ذاك اليوم ماكو احد، صخه هدوء. الطباخ ما في الناس ما اكل ما في، شو السالفه؟ اخذت لي اي شيء خبزه وجبنه ومشيت الموضوع. قلت لعله يمكن عندهم تمرين شيء ما ادري شو السالفه. المهم نزلت تحت، فتحت الباب حق الانجن روم اللي هو الكنترول روم. ادخل ما في احد. شو السالفه؟ في شيء غلط، ما ادري شو السالفه. انا الحين ابغاك الحين نايم. قلت شكله عندهم اجتماع او شيء، يعني يمكن صاير عندهم مشكله ولا شيء، ما اعرف صراحه. المهم وانا امرأ واسوي لي شاي المزاج بدام فيها شاي والبسكوت، وقاعد اتابع واشوف التقارير واشوف المشاكل اللي صارت الشفت اللي قبل. 10 دقائق نص ساعه حبيبي في شيء غلط. المهم ودق على صاحبي. طبعا احنا في السفينه قسمين، قسم الانجينيرز وقسم الكباتن او الاوفيسرز يسمونهم. فصاحبي كان في الاوفيس فوق في البرج، ودق عليه يرد. قلت ابو حميد وين الربع؟ ما في احد. قال لي انت ما دريت؟ انا ما دريت، انا تحت. قال في اكشن، خلنا بكلمك شوي. ويسكر. بديت اتوتر، يمكن في احد يعني اغمى عليه، ما ادري شو السالفه انا الحين. المهم ويدق علي قال لي عندك احد؟ قلت لا والله ما في احد. قال اسمع، انا صار لي نص ساعه ادور عليهم. اي والله. قال لي شوف، احنا كنا ماشيين اوكي، وكان في قارب بني واقف نكلمه بالرادار باللاسلكي ما يسمونه، ما يرد. فلما عديناه لف وبدا يلحقنا. هذا الاكشن صار الساعه 11 تقريبا قبل لا اصحى انا من النوم. فيكلمون انتم مين، ايش عندكم، ايش تبغون؟ ما حد يرد. بين قوسين كانوا قراصنه يعني اصلا ما يعني هو جاي يخطف السفينه الحين. عرفت؟ فالعالم خافت وصار اكشن، واللي فوق قاعد يبلغون بعض فالعالم وين راحوا؟ زبنوا في غرفهم. كلهم منخشين ما ادري، وانا قاعد اشرب شاي تحت اموري تمام. قلت طيب. قال لهم للحين ورانا. فتقدر تزيد سرعه السفينه. طبعا عشان تتخيلون ترى سرعه السفينه اقصى شيء يمكن ماشي 40 في السياره. صح ترى بطه يعني ما تمشي. قلت احنا على الماكسيموم. قال فيها بعد. قلت فيها بعد. فانت عشان تغير سرعه السفينه بالتزامن، معناته ان انا اعطي اوردر او هو يعطي اوردر من فوق، وانا لازم اطبق نفس السرعه اللي هو اعطاها. المهم عطاها الفل واعطيتها الفل قلت له الكابتن وين؟ قال الكابتن اول واحد انحاش ورطنا. قلت وينه؟ قال بالغرفه مسكر على نفس الباب ما يرد على احد. الكابتن هذا انه جايبينه ده ما يصير. قلت طيب. قال انا لحالي فوق. قلت انا لحالي تحت. طيب شو الدبره؟ قال احنا عندنا بروسيجر نرسل. طبعا في ذيك الفتره بحكم ان القرصنه انتشرت بشكل كبير، فايش صاروا يسوون الدول المتضرره خصوصا في اوروبا؟ صاروا يرسلون سفن حربيه تروبس تلف على اساس انها تحاول انه يعني تهدي الامور. فارسل محمد الله يتذكره بالخير، يمكن يتابعنا الحين، ميدي 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 الحقونا الحقونا الحقونا. فكان في سفن فرنسيه قريبه ردت قالت احنا وين موقعكم؟ احنا قريبين وجايين. وفعلا بدأوا يتوجهون. بعد ما اخذ الكلام هذا يقول السفينه اللي ورانا بدت تهدي وراحت، لانه عارفين انه الفرنسيين جايين يعني راح يصير اكشن، فهم مو حقين اكشن. المهم انحاشوا.
عدت على خير الحمد لله لله. سلامات يعني. بس ان الكابتن يعني الى اليوم والله والله. ادعي عليه والله. اتوقع للحين بالغرفه الكابتن. للحين إنه قاعد بالغرفه ما راح يطلع. انا يا رجل قس شوف احنا عرب اوكي بس إيه. والله يفينا ما نعرف ويجي وخير وش بيسوي يعني ما راح خلاص. يسوي لك شيء. ايش ويبي بيسوي فدية يعني؟ بس. بالضبط. إيه. وترى على فكره صارت بعدنا باسبوع اختطاف سفينه تبع طبعا شركتنا، وفعلا جلسوا اسبوع واعطوهم فديه وطلعت السفينه، وكان في واحد سعودي معاهم فسالناه انه يعني ايش صار، قال ولا شيء قاعدين في غرفنا كل يوم يذبحوا لنا ذبيحه يقول وناكل ونشرب. هذا من طال عمرك من البل نفسها من الحساب. حسابنا. لا محاولين لهم فلوس مضبطين. إيه. زين نرجع نرجع للتشالنجر. شنو اول مشوار رحت له لما خذيت؟ الحين رديت البيت. ايه رجعنا البيت طبعا. ابي اول مشوار. هو انت رديت البيت لما شريتها؟ انا اذكر اني انت لا. بالسياره. إيه. لا البيت اول حفله. مشوار وين كان؟ اول مشوار اخذت ولد عمي. ولد عمك يعني الكلوز. الخوي. اي طبعا اي احنا اخوان يعني اكثر من عيال عم. اي الفتره الاخيره يعني انشغلنا كثير، ولكن واحنا صغار في المراهقه في بدايه الجامعه وبعد الجامعه ترى كنا يعني ما نطلع الا مع بعض. بس بعد الوظائف وكذا يعني شويه اختلفت الامور. إيه. ما احنا صغار مثل اول يعني. طيب. فطلعت انا وياه تمشينا، كانت عباره عن تمشيه لفلفنا في الرياض. بوري الناس انه في شيء اسمه تشالنجر. ترى ما حد يعرفها. كان هي ما كانت، انا كنت دائما اقول الاولى، الظاهر يا الاولى او الثانيه اللي انباعت في السعوديه يعني، بس ماني متاكد. بس انا اقول الاولى لانه يعني تعرف احنا نحب الهياط واجد يعني. انا اول واحد شريت. انا اول واحد شريت. لازم. فهذا كان المشوار. فهذا بنرجع للتسلسل. اي فعاشت معاي الين جت الهلكات في 2015. وقلت لك يعني وهقتني بكم شغله السياره. يعني على سبيل المثال مسكت خط رايح البحرين ويا اهلي، فجاه فصل المكيف احترت السياره. حلو ايه زوجتك معك واهلك معك وانت دراما والدنيا مكيف طافي. ايه. انت محاتي السياره ولا محاتي اهلك؟ هذا هو. محاتي الاثنين. ايه يعني فيعني شيء كلام وسياره الحراره. الله حق ما حد قال شيء يعني. اهلي سلكوا لي واجد، هم إيه. يدرون اني انا احب السيارات، فيعني ما قالوا شيء. بس يعني انا زعلت على نفسي عرفت. ايه خلاص يا تقلبها سباق يعني يا تشوف لك حل ثاني. فبعتها واخذت الهلكات. كان واحد من افضل القرارات سويتها في حياتي، واكتشفت اني في غفله يعني انه التعديل حلو بس 700 ستوك والله احلى. والله احلى عرفت؟ طبيعي. وسافرت، وكانت اول سفره في الهلكات بالكويت على فكره. ايه ايش كانت شرف. الفكره؟ والله ايش كانت الفكره؟ لما اخذت الهلكات طبعا كان في ردة فعل انه لا وسوبر وحر وما تنفع عندنا في الاجواء وما قلت وين احر منطقه عندنا في الخليج؟ عندنا طال عمرك الكويت. عندنا طال عمرك يعني قلت انا طالع الكويت في الصيف بصيف في الكويت السنه هذه. ابى اجرب الموتر هناك. ابجد ربي وربك واجيب الهلكات هنا. مسكت خط طبعا عز الصيف، واقف هنا الساعه 2 قاعد اطلب من المطعم المكيف فل، الكراسي تبريد او تهويه احنا نسميها. إيه. امور طيبه ولا في اي مشكله. كنت اصور طبعا ليه شوف درجه الحراره 50. لو تحط ايدك برا تنحرق. الامور تمام. فكان تست ولا شيء قوي. بعد الهلكات نزل الوايد بودي في 2018. طبعا دوج كلاب يعني هم ايه نزل لك الوايد بودي قسم بالله سيارتك فجأة صارت قديمة مرة. فجأة تشوفها نظرة ثانية. ما كملت 2 عرفت؟ اطلع شنو قديم. شوف الوايد بادي جديد يا ابوي. واروح الوكالة زي الشاطر تكون نبي واحدة جديدة الله يعافيكم. فبدلتها اخذت وايد بادي عنابي. كان اجمل الالوان اللي امتلكتها في حياتي. الله يبارك لك. جميل، لون جميل. تحس السيارة اصلا كبرت، عقلت شوي في الوايد بودي لانه كان في كفرات اعرض، في التماسك صار احسن، وحتى برمجه السياره على فكره احسن بكثير. فدعستها استجابتها. الهلكات لما تدعس كنا واحد مجنون عرفت وتلف من ورا ومن قدام وانت داخل السياره. الوايد بودي لا تدعس لا تنزل شي تك السياره وتدوس. كان كبرت عقلت شوي. عقلت. عرفت كيف. بعد الوايد بودي طبعا حولنا على الرداي،
وكانت قصه بديل وهذا، فهذه قصه ثانيه برضو. فهذا التسلسل كان في الهلكات. فعشت مع التشالنجر، اعتبرها واحده من السيارات اللي تمثلني في كثير وفي من يا ابو سعود، وفي ايه والله وفي. تاريخ اقول لك من 2009 انا مع التشالنجر، عرفت؟ إيه. فتمثلني كثير. فالاحساس في الركوب في الهلكات بالنسبه لي احساس راكب شيء اعتمد عليه اعتماد 100%. انا السياره هذه مو بس اعرفها، اعرف مشاكلها ما في شيء كامل طبعا، فاعرف مشاكل السياره واعرف ايش ممكن يصير في السياره واعرف ادائها واعرف مستواها واعرف شلون افوز فيها وشلون اتمشى فيها كل شيء. لانك عرفتها من عمر فعرفت كل شيء، كل شيء. وبالسفينه كنت قاعد بالمحرك فالسياره هذه بالنسبه لي عباره عن راحه نفسيه، ذراع اليمين مثل ما يقولون، اعتمد عليها في كل شيء. ونعم ابد. الفور سي تختلف جدا. الفور سي تعتمد على فلسفه ايطاليه. الايطاليين لما صمموا السياره كان هدفهم مش الباور، كان هدفهم باور تو ويت ريشيو، انه يكون في اقل شكل ممكن. وفي نفس الوقت كان هدفهم انها تكون ما تستهلك، ما يبون سياره تستهلك قصدهم لا ولا كاوبريشن كوست، كتكلفه تشغيليه. بالتالي انا الفورسي اقهر فيها شباب دائما صار سناب. الفورسي صرفيه البنزين فيها احسن من الكامري، احسن من جيب لي اي سياره تصرف، هذه ما تصرف. هذه معلومه جديده انا الحين استفدتها منك. 4 سلندر، ماكينتها حقيره 4 سلندر 1.75، حتى مو 1.8 ما وصلت 1.75 تيربو، في لاق هالكثر ما اعرف ليش بس انه تيربو، ما تصرف بنزين. انا اعبي ب20 ريال 20 ريال بنزين. احنا عندنا ال 95 اللتر بريالين، فانا معبي 10 لتر عشان المتابعين اللي من برا السعوديه يعرفون. 10 لتر. سافرت من الرياض الى جده بالسطحه طبعا، مو خط عشان لا تنصدمون. سابقت فيها خميس والجمعه وسبت اوتو كروس وتايم اتاك اللي هو كسر الزمن، ورجعت الرياض والبنزين ما خلص. لا يا شيخ 20 ريال. خذيت جائزه بالبطوله هذه. الاوتو كروس اخذت مركز ثالث، والتايم اتاك اخذت مركز ثاني. فيها 10 لترات بس 10 لتر. فهي فلسفتها انها ما تصرف، وفلسفتها انها جدا خفيفه بالوزن، هي حول 1000 كيلو تقريبا. والقياده فيها قياده ممتعه. انا قلت لك قبل شوي هي مجنونه، بس انا يعني حاولت اعقلها شوي، عرفت؟ حطيت لها كامبرتي ونزلت السياره شويه. فالاحساس في قياده الفورسي انه كانه معاك سياره روعه، ماكينه وراك، هي ماكينه وسطيه طبعا، تسمع صوت التيربو، تسمع صوت التعشيقه، تسمع صوت الماكينه، العزل صفر، تسمع الهواء، اصلا هي سوفت توب، تسمع الهواء يضرب من كل مكان وانت ماشي 20. الحياه حلوه، عرفت؟ حاصل المتعه. الفايبر عاد هذه قصه ثانيه صراحه. فايبر كم سلندر؟ السلندرات هي اللي هي 10 خلاص يعني ما تحتاج تسولف. 10 سلندر هي 8.4 عدل. الله الله ارحب يا ولد. ما تقدر تدخل هذا قصه هذا ثانية. الوحش طال عمرك اللي ما يلقر عادي. نعم. هذا الوحش اللي ما يتعامل اي بالتوماتيك. اديشن عندك؟ الفايبر طبعا انا اول فايبر شريتها ما كانت هذه على فكره، يعني كان عندك قبلها فايبر؟ ايه انا قلت لك انا اغير ما اخزن. ايه في 2016 بعد ما شريت الهلكات، او اسف لا والله قبل اسف، ايه قبل لا اشتري الهلكات 2015 قبل الهلكات بسنه. طبعا الفايبر انا بالنسبه لي، خلونا نرجع شوي بالوقت، ما كانت تستهويني كثير كسياره قبل لا ينزل الجيل الاخير اللي هو الجيل الخامس. على ايام الجيل الرابع كنت اشوف سياره حلوه يعني، بس مو السياره اللي انا ابي اشتريها وامتلكها. كان عندي التشالنجر بالنسبه لي افضل. التشالنجر كانت جدا جميله ونادره وامورها تمام الين 2011 لما دشوا الفي 6 معانا في الخط، انتشرت التشالنجر انتشار قوي في الشارع. فانا احب اتميز يعني في السيارات وكذا، فاهم؟ ما عجبني كثير. طبعا دوج مستانسين لهم قاعد يبيعون، ايه بس انا بالنسبه لي يعني كان في تميز لانه ما كانت تنزل الا اس ار تي 6.1 فقط. الحين صارت حتى في 6 موجود. صح. فكنت اتمنى اقول الله لو ينزلون تشالنجر في 10 اوف بيطلع خلطه مجنونه. وفعلا سووا كونسبت بس ما نزلت طبعا بشكل رسمي، فعادي. 2013 معرض نيويورك للسيارات، رالف جيلز واقف قاعد يعلن عن الفايبر
اللي هو الجيل الخامس، شيء خرافي. انت كنت موجود هناك؟ لا انا كنت اونلاين، ما كنت أونلاين موجود. كاتب. لا ما كنت موجود. لما قاعد يشرح عن السياره، ولما قاعد يشرح عن مواصفات السياره، اوكي تمام. لما حط الطبلون اللي هو الشاشه اللي في النص هذه اللي قدامك، لما يعشق من جير لجير، لما تروح RPM عالي يطلع السنيك كذا في وجهك بلون احمر كذا، وكل ما تقرب على الكات اوف كل ما يصير الاحمر يعني متوهج اكثر. هذه سياره صدق يعني ولا بلاي ستيشن ولا ايش؟ شيء خرافي. فذاك اليوم عرفت اني لازم اشتري فايبر. يوم سمعت انها V10 قلت خلاص هذا V10 طبعا. الداخليه انا بالنسبه لي لا يزعلون مني حقين طبعا. ايه ترى الفايبر ترى ما عجبهم في البدايه ان فايبر نازله فيها داخليه دلع، ترى يعني هذا بالنسبه لهم عيب. فايبر سياره عتره لازم تكون ما فيها دلع. فانا بالنسبه لي لا، انا ابي اتدلع في السياره، بطلع بروح برجع. فلما نزلت في 2013 تخيل يعني راف جيلز كان خايف يقول احنا حطينا كب هولدر 2 بس تقدرون تشيلونهم. لا تزعلون، تقدرون تشيلونهم. تقدر تشيلها ايه وتحط بدالها بلاستيكر عليها رسمه لاجونا سيكا يعني. تقدرون تشيلون، لا تزعلون، حق الفايبر لا تزعلون، تقدرون تشيلونها. الى هالدرجه كانوا خايفين من ملاك الفايبر لان ما يبون اي دلع فيها. انا بالنسبه لي لا بالعكس، يوم تدلعت من داخل حبيت السياره يعني. بالعكس كان ف 2013 جلست سنتين برضو اجمع واشتغل واروح وارجع. اشتغلت مبرمج، اشتغلت بيع بالتجزئه، اشتغلت ميكانيكي، كل شيء سويت. كفو. نظمت فعاليات، سويت كل شيء عشان اجمع فلوس. بس الحين انت صرت متسابق، هذا المعروف. اكيد. متى قررت ان انا راح اصير متسابق طبعا في الحلبات ونظامي مو اللي اكيد بجيك. ابي القرار هذا. طيب بجيك بس خلينا نخلص من الاي سي ار. انا ما دخلت في الاي سي ار لسه. فلما شريت الفايبر كانت في 2015، كانت الجي تي اس اللي هو موديل الافخم خلينا نقول. كانت تنزل فقط اس ار تي وجي تي اس، نوعين فقط في ذيك الفتره. بعدين نزلوا التي اي اللي هي نسخه التايم اتاك. لما دقت خشمهم الكورفت الزد ار 1 اي صارت قصه. تخيل يعني منزلينها في موتور ترند مقارنه الكورفت زد ار 1 والفايبر. الكورفت طبعا كانت احسن في الارقام. من ثاني يوم يقول راف جيلز اجتمعنا وقررنا نسوي نسخه اللي هي تايم اتاك تي اي برتقاليه جدا جميله، من اجمل النسخ نزلت. بعدين سووا تايم اتاك 2، بعدين نزلوا الاي سي ار، بعدين نزلوا اي سي ار اكستريم، بعدين قرروا يسوون شيء اسمه جي تي اس، بعدين مو جي تي اس، جي تي سي، جي تي سي اللي هو 1 اوف 1. صنع سيارتك مثل ما تبي، اختار اللون اللي تبي هذا اللون عاجبك سوي لك هذا اللون. وبعدها يعني تطرقوا للخبصه حقتهم هذه. بغض النظر استمريت على السياره سنتين تقريبا الى ان جاء الاي سي ار، فكان لابد من التغيير عشان الحلبات، عشان سالفه السباق. انا لما بديت في السيارات ما كنت متسابق، كنت محب للسيارات، ولكن يعني لا يمنع انك تروح تشوف شو السالفه. حلو. فكان عندي واحد من ربعي الله يذكره بالخير، فمعك تشالنجر اس ار تي، تعال اوريك الشارع. عرفت الشارع؟ ايش في الشارع؟ في تعال ونروح. وفعلا كنا طبعا اللي ما قد حضر نظام السباق الشوارع عندنا الاندر جراوند حقنا. الاندر جراوند اي انه شارع بعيد عن المدينه، قطعه من الاخر. فبحكم انه قطعه اطراف الشارع كلها تراب اصلا، فنكشت هناك، نجلس ونجيب العزبه ونتكي ومدري ايش، وكل واحد جايب سيارته ويصير في تحدي. عرفت هذا فلان مع سياره، فلان مع سياره، ها تجرب مدري ايش وينزلون يدوسون وانت قاعد تشرب شاي تشوف سيارات شاطفه رايحه راجعه. فعجبني الموضوع هذا نفس نظام الصبيه عندنا. ايوه بالضبط، الصبيه بس شغل قبل مالنا، اتكلم لك قبل 2010 يمكن. فاكيد طبعا تحمسنا وتنزل وتجرب مع فلان وتروح مع علان، ولكن ندري ان هذا شيء غلط اصلا. يعني ما كان عندنا الاستيعاب ان نعرف انه هل هذا طيب الشيء صح. ما في وقت اصلا تفكر، ماخذك الحماس رايح طاير، انت مطفي النور رايح كل ثروتل. عرفت؟ ففتره سنه سنتين بعدين تبدا تستوعب شوي شوي. فلان صار عليه حادث، لا حول ولا قوه الا بالله اصلا. ويعني الله يغفر لهم، في ناس توفوا. الله يرحمه.
فانت توقف شو انا ايش جالس اسوي؟ في شيء غلط. هنا تكتشف، عرفت. بعدين في 2013 فتحت عندنا حلبة، اول حلبة كانت اللي هي ديراب، فعلى طول حولت الى الحلبات، وقفت تماما. وبالعكس صرت ادعو الى ذلك، يعني دائما اي احد يسالني في الميديا في السوشيال ميديا، كنا دائما نقول وشعارنا كان واحد: اترك الاعذار وروح المضمار. المضمار هو المكان الصح. يعني بالعكس انا اشوفه توجه حقنا اللي على السوشيال ميديا انه لازم نوقف موضوع الشوارع ونتوجه للحلبات. اكيد، وسوينا لها حلول على فكره. يعني شوف، خلينا نكون واقعيين حيل. ترى متعه سباق الشوارع ما في مثل والله لا توديني اقوى حلبه في العالم، طاط دوسه 40 دحدره امورك حبيبي انت ملك. فاحنا سوينا، ما اتكلم كعبد العزيز ولكن ككوميونتي، يعني محبين للسيارات، وقيمه فعاليات في الشارع ولكن بشكل نظامي. صار فيها سيفتي، صار فيها اسعاف، الحكومه موجوده، فما زالت المتعه موجوده ولكن بشكل كنترولد ونظامي. فهذا كان جدا جميل وحل من الحلول. والحين اعتقد تحولوا العالم الى سباق المساير اللي هو اقرب شيء للشارع يعني. صحيح. اعتقد عندكم في الكويت موضوع الشوارع سويناه بالكويت، نبوقها من كوميونتي السعوديه سهل جدا، سهل جدا. شارع نظيف، ما في لفات واجد، وعندك تصاريحك وتوكل على الله. ان شاء الله وقعهم اخلاء مسؤوليه. السلام عليكم. كم سباق فزت من مسيرتك بالحلبات؟ مو الشوارع خلها لا الشوارع يا حبيبي. ابي الحلبات، انا ابي الميداليات، الكؤوس اللي موجوده عندك. والله شوف، يعني هي مسيره حافله الحمد لله، بس يعني كان فيه، خلينا نقول، تنوع كثير في البطولات اللي انا شاركت فيها. انا بديت كدراج ريسر، شارع قومات، فماذا يعادلها في الحلبات؟ دراج ريس. إشارة، تبدأ تتعلم على الإشارة، بطولة، تدخل أول بطولة أول بطولة داخل ما أدري إيش السالفة، عرفت؟ قال لي لازم كفرات سمسلك. قلت أوكي، أنت بس اشرح لي إيش يعني سمسلك عشان أجيبها يعني، عرفت؟ ما هي سمسلك يا حبيبي؟ قال لي لا، في كفرات ناعمة ومخصصة وما أدري إيش. ويجونا عاد حقين الشرقية لأن جنبهم حلبة البحرين، ففاهمين هم، عرفت؟ حق الرياض نوب ما نفهم شيء. نوب يقول هذه نوب ببجي اذكرها يقول. فجانا واحد الله يذكره بالخير من المتسابقين، قال انا بكره اجيب لك اياها مدري ايش. وفعلا الله يجزاه خير، جاب لي جنطين بكفرات سلك ما تركب على السياره للاسف. واكلم الشباب والجروبات تكفون بنشارك، ويكلمني واحد برا الرياض بساعه، قال انا عندي توي شاري نتو جديده سمسلك اللي هو NT05R. قلت الحين اجيك، وين موقعك بس؟ ونطلع، تخيل مسكنا خط ساعة، رحنا ركبنا الكفرات ورجعنا إلا نشارك، عرفت؟ وشاركنا الحمد لله، كانت أول مشاركة رسمية لي، أخذت مركز ثالث ما شاء الله في التشالنجر اللي كانوا يمرون عليه يضحكون عليه إنه شال البلوكر اللي معاك، عرفت؟ هذه البعير اللي بقرب تفوز فيها، ما ترى ثقيلة، ترى ما تنفع، ترى ما أدري إيش، وضحك وأنا قاعد أطالع. اوكي تعال حلبة كان بروجكت ولا ستوك ولا؟ السيارة وقتها كان عليها شغل، ما هي عمرها ما كانت ستوك مسكين، هذيك السنة بس اللي كانت ستوك، باقي السنين كلها لعب. ما أتذكر وش كان المشروع، يا أنه كامروس يا أنه ستروكر. بس أنا اللي فوزني، زعلوا مني اللي المسابقين اللي كانوا يعني موجودين، يعني كنت ألعب بنفسياتهم. استراتيجية قبل السباق. قبل السباق. شوف الدراج ريس ترى لعبة نفسيات، لازم انت تكون هادي اذا نرفزك اللي جنبك ممكن بسرعه غلط. شلون لعبت بنفسياتهم؟ اجي ما شاء الله السياره وما ادري ايش ذا، يا حبيبي ما لها جيم مع التشالنجر. طالع وهو عرفت السياره قاتد مفضيه ورول كيج وما شاء الله القرعان هالكبر، عرفت؟ على كل سياره يطالعني ايش في امه ذا، اروح اصفقها الحين، عرفت؟ واضحك انا يا رجال دي سيارتك، تعال احضر لي بس، شوف الارقام. فهو يجي ما يجي رايق، يجي معصب، عرفت؟ ابغى اوريه، كان ينزل لي فول باور، عرفت؟ انا سيارتي 400-500 حصان وثقلها يمكن عن سيارتين، عرفت؟ من سياراتهم. وكان السباق 200 متر بس. على ذيك البطولة اسمها دراج ريس شامبيونشيب السعودية ديراب. فكان لما يضغط فل
السياره تفحط، عرفت؟ فكان تلعب معاه السياره فيضطر يشيل ويرجع يدعس، عرفت؟ وانا تن 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 وافوز. بس ما مشت على الاول والثاني. الاول مين تتوقع انت كان الاول علي في الفئه؟ كابتن عالمي عنده ارقام عالميه، تكلم على صلاح الدين. ونعم حبيبي احنا احنا على نص النهائي الناس تحسبني انا ما دست. هو طقت الاشاره ما شاء الله اشوفه خلص، انا توي قاعد ادوس، عرفت؟ لا السياره خرافيه. والثاني كان وجدي بخاري برضو على احدى السيارات الجميله جدا. فالثالث زي بوديوم تتويج. الثالث يعتبر اول على اسامي هذيل يا رجل انا صوره البوديوم جنبي كابتن صلاح الدين ووجدي بخاري وعبد العزيز الفضيلي واقف، تكفي للحين عندي مبروزها، عرفت حبيبي؟ هذا بوديوم ما يتفوت. ما عمره في امي بوقف جنب الابطال هذولي على واحد ما له اسم، واول مره يشارك والكفرات سلفيه ما اخذتها من واحد. سلفها اي بتسلمها من ابوي. فكان انجاز قوي. فهذه كانت اول بطوله فزت فيها. اليوم احنا نتكلم على 64 تتويج ما شاء الله تبارك الله. دراج ريس دخلت بعدها في الحلبات، في التايم اتاك، دخلت في الجي تي، الهيل كلايمب، اوتو كروس، والعديد الحمد لله من الكوس يعني. الحمد لله في سباق قريب توافيق من الله. نعم ان شاء الله. بالنسبه لك بين ال 64 عطني الافضل واحد منهم. شعورك ان شعور من هالسباقات او هالانجازات انا صدق سويت شيء ما راح اقدر اسويه مرتين. اكيد طبعا اول فوز هذا احساس الاول فوز، هذا احساس الاول. اي لكن في 2018 فاست فورورد من 2013 الى 2018 كان في بطوله، وكنت توي جايب المجنحه اللي هو الفايبر اس ار، ترى اسميها المجنح ما شاء الله جناحها اكبر شيء فيها. يمديك تتغدى عليه. عرفنا الموزه وعرفنا المجنحه. فكان في تحدي في السباق، هو عباره عن كسر الزمن في حلبة الريم الدولية، وكان سباق رسمي بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات. فكان في تحدي لي لأن هذا كان أول سباق رسمي أدخل فيه بالسيارة، فكنت أبغى أثبت أن السيارة هذه صدق كفو. يعني الحمد لله، يعني أنا ما بقول أنه أنا الوحيد، بس أنه أنا من الناس اللي رفع اسم الفايبر أصلا في الخليج وفي المنطقة. لأنه ما حد يعرف الفايبر، خلينا نكون صريحين، يحسبونها كورفت أصلا. فكان همي أني أفوز في السباق هذا. فهي كانت 3 جولات، ففي نقاط لازم تفوز في 3 جولات، ولازم تجيب أعلى نقاط عشان توج كبطل للبطولة. ففي أول جولة جو ناس وحوش، تكلم على مكلارن معدل، تكلم على ال 650 التي، اللامبورجيني اللي هي الافنتادور في 12. كان فيه ناس خبرات في السباق على بورشات. كان يعني ما ودي اذكر اسامي عشان لا احد يتحسس، بس الموضوع انه كان في يعني كنت الفايبر الوحيد. لا، كان في فايبر اي سي ار ثاني عليه خفايف برضو جاي يشارك. انا وقتها كنت ستوك كمبيوتر بس يعني ستوك يعني. فدخلنا الجولة الأولى، نزلت قاعد نجيب أرقام. كان في نص اليوم الأرقام على الحلبة دقيقة 28، دقيقة 27، السريعين دقيقة 26، دقيقة 25. هذا الخارق مال اليوم يعني. نزلت طاع دقيقة 24، شوي اسمي فوق، عرفت؟ دقيقة 24 طبعا هي ما جت من فراغ. أنا لي 2 سنين مشترك عضوية في حلبة الريم، تقريبا كل ويكند أروح أتدرب. أنا مو حافظ الحلبة، أنا حافظ أبو الحلبة. إيه، فعندي أدفانتج عندي، والسيارة ما شاء الله يعني ما تقصر. قبلها كان تدريب على الفايبر الجي تي اس، فيعني برضو نفس السيارة يعني. فكان التدريب موجود، الحلبة حافظها ويعني عارف أسوق في الحلبة. فيعني دقيقة 24 بدون مبالغة في 3-4 زعلوا ومشوا. أنا شلون؟ مين هذا الحقير اللي جاي دقيقة 24 بسيارته الكشرة هاي؟ ففي ناس زعلت مشت، في سطحات نزلت السيارات جايين. نص السباق عزوز دخل جاب رقم، ركبوا السطحات مشوا. حس انه ما له امل. ايه قال صار له ساعة يحاول، بس حدى دقيقة و25 24 صاحي. انت عرفت الراعي الفايبر الاي سي ار اللي مثلي برضو ما جاب رقمي.
لدرجه ان الجوله الثانيه ما شارك. الجوله الثانيه ما شارك لانه كان طالب جنوط وسلكات علشان يجيب اسرع مني. فيعني كان في تحدي قوي. حزة السباق طالبهم يعني لا لانه ما قدر يجيب رقمي، ايه، فما راح ينزل الجوله الثانيه نفس السيت اب فبيغير السيت اب علشان يصير اسرع. فشخصها هذا. ممتاز، انا احب المنافسات بالعكس، وفعلا ترى في الجوله الثالثه كان اسرع ما شاء للمعلوميه. الله اي يقول يطول ما شاء الله. منافسه حلوه. منافسه. بس نرجع للجوله الاولى، في ناس زعلوا ومشوا. شنو سياراتهم اللي زعلوا؟ فراري مكلارن، يعني اشياء كذا هذيل حلوه. الناس إيه. اللي تزعل على كل شيء. ايه. جبت ثاني اسرع رقم في البطوله. ما شاء الله. الاول كان بورشا من الفئه اللي اعلى مني اللي هي المفتوح، وهو سائق محترف جدا. بعدها سويت مشكله مع الوكيل عشان كنت محتاج قطع غيار، وكنت مطفر مره، يعني ما عندي فلوس. تبي تشارك تنافس على مستوى عالي، تبي كفرات جديده، تبي فرامل جديده، ما عندي فلوس انا. المهم اخذت، طبعا انا توجت الاول على الفئه والثاني اوفرول، فكل كاس اكبر من الثاني. ما شاء الله. هذا الكلام متى؟ يوم الجمعه السبت الاحد انا داخل على الوكيل بالكاسين، عرفت؟ وادخل على المدير طاع في الطاوله. بتسوون شيء ولا ما انتم مسوين شيء؟ سويت لهم مشكله، وافقوا في النهايه يجيبون لي فرامل جديده وكفرات. كفو. ما لحقت اركبها الجوله الثانيه وركبتها الجوله الثالثه. إيه. الجوله الثانيه كانت اسهل لان نصهم زعلانين ما جو، فواز ايزي. البورشا اللي كان اسرع مني اساسا حاشته مشكله في السياره، فما قدر يجيب وقت سريع. فمين اللي سيطر على الجوله الثانيه؟ ابو سعود، اول على الفئه، الاول اوفرول. الله حلوه. الجوله الثالثه رجعوا اللي كانوا زعلانين. بس سيتب اقوى جدا. اي لازم. قاعدين يفكرون فيك بالبيت. إيه انت تخيل كان اكيد كانت الزد ار 1 سي 7 زد ار 1 جديده، كان توها نازله، جاي ينافسني معاي فايبر الاي سي ار، ما قدر علي. الجوله اللي بعدها جاء هو عنده اي سي ار، راح جاب الاي سي ار. قال هذا الاي سي ار لازم نجيب الاي سي ار، كوربت ما حتنفع معاه. وكنا قريبين من بعض لدرجه من شده التنافس اصلا غلطت تعشيقه. الحمد لله ربك ستر، يعني ما صار شيء. كنت طالع من اللفه الاخيره في الريم وراها ستريت، طبعا لفه يمين، فانت داون فورس، عرفت، ورايح ثاني لانه مهدي، والطاقه ثاني وقاعد تلف وتدعس، فانا جسمي كله يسار، فايدي رايحه مع اليسار، عرفت، وداعس فل انا سباق. فبعشق ثالث بكمل التسارع، ايدي كانت مايله فما انتبهت، فمدام لا اروح ثالث وين رحت؟ اول. طقيته اول، رفعت رجلي من الكلتش، عضت طبعا الماكينه انه يعني وتلف فيني السياره تزحف، واخذ لي كذا لفتين على الحلو. ربك ستر، وقفت كذا غلط وطفت السياره شويه، اشوف الاي سي ار الثاني كذا شاطر، اصبر شغل الحق. فالجوله الثالثه اخذت الثاني اوفرول. الاول كان الفايبر الايسر اللي عدل، جاب السلكات ما شاء الله، جاب دقيقه 22 وقت قياسي كان. فالثاني عبد العزيز طبعا بالفايبر، والاول على الفئه. فاول ثاني اوفرول، اول اوفرول، ثاني اوفرول، انا كنت الاعلى في النقاط، وتوجت كبطل لبطوله السعوديه لكسر الزمن. كفو. قسم بالله ذيك الفرحه ما لا تقول لي، لا تقول، ما كنت اشوف نفسي كذا. العالم مو مصدقه، واحد انا اول مره ادخل وسياره اول مره وانا يعني اراهن عليها وفوزتني، هذه يعني كان شيء. هذه البطوله اللي ما كان احلى شيء، مستحيل انساها. بطل. زين الحين السؤال، كم سنه تتوقع الواحد يقدر يكون متسابق نفسك ويحقق انجاز نفس هذا؟ كم سنه يحتاج؟ شوف انا دائما احب يعني اسهل الامور، يسروا ولا تعسروا. الامور ترى سهله، مثل لما واحد يدخل نادي يتمرن حديد، هم يشوفون المعضل اللي ما شاء الله لا ما ادري كم سنه قاعد، ويدخل اسبوع اسبوعين شهر يضيق صدره، يطالع قدام المرايه ما في شيء ويمشي. نفس الشيء في السباقات، في سيارات ترقع لك، اوكي بورشا مثلا، وفي سيارات يعني بتغلبك في حياتك، ما بقول مين، بس بغض النظر هي في النهايه مهاره، سكيلز. تحتاج، شوف رياضه السيارات تحتاج سيت تايم، اللي هو تجلس في السياره وتسوق في حلبات، تجلس في السياره تسوق في الادراج، تجلس في السياره تسوق في الرالي،
كل ما تسوق اكثر كل ما تتطور اكثر، بدون ما تسوق ما حتتطور. يعني عادي بسنه انا اشوف بطل. ايه اكيد، بس عادي. السنه هذه انت تدري كم راح تشتغل على نفسك؟ كثير. كل ويكند كل كافي. ويكند كافي، بس انت طبعا انت ومهارتك برضو يعني. بس قيسها مره ثانيه على كمال الاجسام عشان الناس تتخيلها يعني بشكل ابسط. السيارات احسها معقده بالنسبه لهم. انت حتتمرن يعني انت لو تتمرن اليوم اوكي كل ويكند في النادي وتاكل صح وتتمرن صح، اكيد جسمك بيفرق نهايه السنه. صح. هل راح تكون ابطل الابطال في كمال الاجسام؟ لا، نفس الشيء في السيارات، راح تكون بطل ان شاء الله يعني، ان شاء الله. بس حيكون برضو قدامك مشوار عشان توصل كثير. لكن انك تصير متسابق، انت اليوم تقدر تروح اول بطوله جايه وتصير متسابق، بس مو معناته تصير متسابق انك تفوز يعني. صح. احنا كتنافسيه كثير ينغمسون في سالفه ان انا لازم افوز. لا لا لا، لا تنسى ان انت جاي تشارك، جاي تستانس، جاي شارك تتعلم، أول شيء. جاي بعدين تنبسط. وانا دائما اقول ترى الجوله كلها عباره عن كيكه، الفوز هو الفراوله اللي فوق الكيكه، والفراوله راح تجي اذا ما جت اول يوم، ثاني يوم، اول سباق، 10 سباق، بيجي في النهايه. لا تستعجل عليه، استانس، استمتع. صحيح صحيح. تشوف احد من دول الخليج احتمال يدش الفورمولا 1؟ اي والله شوف يعني انا متفائل جدا، بس هذا السؤال شوي انا متشائم منه شوي. ليش؟ ما زلنا احنا، وهذه وجهة نظري الشخصية، لا أحد يزعل مني، إلى الآن كمجتمع محب للسيارات ورياضة السيارات بعيدين جدا عن المستوى اللي أنا أحب أشوفه. عندنا نقص في الدعم من الشركات، من المجتمع. أنت أنا بعطيك معلومة، أنت تدري أصلا السباقات هذه في نظرة المجتمع قبل 5-6 سنين، ما بقول يعني قبل 20 سنة، حرام، وأنت مفحط ومتهور والمجتمع كله ضدك. ترى احنا الحين نعيش في فترة جميلة جدا. صحيح. الناس الحين الكويت الحين صار فيها حلبة، صار في توجه رسمي بالنسبة لك، انت تقدر تروح الآن بدعم من يعني خلينا نقول جهات كبيرة. نفس الشيء في السعودية، البحرين الله يبارك لهم من 2004 قديمين شوي، ان شاء الله. بس يعني المجتمع يعني الآن بدأ يقدر شيء اسمه رياضة السيارات الآن. فما بالك انت في شركات اللي ماسكه، ما بالك في قطاعات كثيره حكوميه الان بدأ. احنا حيل متاخرين حتى كاعلام، احنا الحين يوم جالسين كاعلام ترى احنا متاخرين كثير. صحيح. احنا يا دوب في القشور، لسه ما دخلنا في الاعلام الصح. صحيح صحيح. فانا ما اشوف اي سائق فورمولا 1 قريب. لما اقول قريب يعني 10 سنين الجايه ما اعتقد اشوف، لان هم ترى يتدربون من عمر صغير جدا. احنا نبدا نسابق بعد ما مو تتخرج من الجامعه بعد ما تبدا تتوظف تفكر تسابق. بعد ما شاب ودوا الكتاب. يكون عندك فلوس تشتري كفرات لما تخرج. ايوه بالضبط. فعلشان تبدا، طبعا في توجهات الان قائمه والله يعطيهم العافيه اللي قائمين عليها. فورمولا 1 في المدارس قاعد يثقفون الناس من هي صغيره، قاعد يثقفون وفي اكاديميات بدينا نشوفها الان عندنا في السعوديه على الاقل، قاعد تاهل سائقين وقاعد يدخلون معانا في المنافسات، وقاعد يرفعون مستوى المنافسه ومستوى الظهور بشكل جميل. بس هذه ما زالت انا اقول قشور، لسه ما دخلنا في الجد. انت تطلع ويكند واحد في النمسا تحس نفسك قاعد تلعب لعب عيال في ديرتك، والله العظيم. الجمهور، الكوميونتي، الوناسه، يا رجل قسم بالله اني انصدمت. كنت طالع مع الكابتن احمد شهاب مسيه بالخير، تخيل في واحد اعتقد نمساوي، كنا في حلبة ريد بول، اعتقد نمساوي ما ادري يعني مراهق عمره 16 سنه، قاعد ينتظر الكابتن احمد يطلع، قاعد واقف عند الباب ينتظره ومعاه ملف. الملف هذا تفتحه كاتب كل الاوقات اللي جايبها الكابتن احمد ان شاء الله، وراسم بالالوان علم الكويت وملونه، وحاط صورة أحمد وقاعد ينتظر عشان يوقع على الصفحة، ومسوي هذا الشيء مع كل المتسابقين. يعني لو يدرون الشركات أو الدولة أحمد الشهاب وين وصلهم، وين يعني في ناس ما تعرف يمكن بالكويت أو على الكويت، ففي طفل قاعد يفكر وناطره ومنتظره أنه سوى إنجاز مثل أعلى. صحيح، وكان مثل لشخص بالنمسا. فأنا لو يعني الموضوع أقدر أسويه، أنا أجيب أحمد الشهاب كل مدرسة أطلع
فيوتشر احمد شهاب باذن الله اكيد اشتغل على الشيء ما شاء الله عليك كابتن احمد شهاب، نمسي عليه بالخير، ومتسابق صراحه رافع راس الكويت برا 100%. ويستاهل كل خير، واتمنى ان شاء الله ان الاعلام يصير عليه وعلى غيره من المتسابقين اكثر ويسلطون الضوء عليهم، لان الشباب هذول قاعد يرفعون راس الدوله ويستاهلون. ما هي هذه يعني انت لما تتكلم ككوميونتي، انا ابصم لك بالعشره اليوم احنا جالسين هنا ترى عندنا كوميونتي مجنون في السيارات، صحيح بس ما حد يعرفهم، ما عنده دعم. في ناس قسم بالله وحوش، في سيارات عندنا عليها مشاريع هنا في الخليج والله تشوفها تخاف، توديها امريكا تجيب اول، توديها اليابان تجيب اول. صحيح. في عندنا في الخليج وحوش، بس ما في دعم، ما في داعي ما حد يعرفهم. يحاول هو مسكين وقاعد يجتهد ويدفع من جيبه، مسكين تلاقي نص راتبه رايح، اذا مو كل راتبه رايح على السيارات صحيح. علشان يسوي له اسم، وفي النهايه يروحون يسوون ولا خلينا ساكتين. دوام الحال من المحال ربعنا إن شاء يستاهلون، الله. بس هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتغير كل شيء. اوصف لي عالم السيارات. انا بالنسبه لي وليوسف كنا نشوف السعوديه اول 2000 عرفت الفيديوهات على نوكيا هذيل؟ هذا اللي يسمونه طال عمرك هجوله. هجوله. شلون دفع تغير البلع. السين؟ تغير السين من الهجوله لحين شيء وايد يعني مرتب. فانت طبعا انت صغير شفت الهجوله هذه اكيد انت تدري ايش مهاراتنا اول؟ شنو المهارات؟ تاخذ المدور وتعطيها للدرفت يا حبيبي، هذه هي انت فنان. عقدوا العالم ترى بالشغله هذه، يا 200 رجل. يمشون 200 وشيء ويهجول. لا خليك من الهجوله، انا اتكلم كل الشعب تقريبا الشباب يعني في مدور في الشارع، يدور، عرفت، يدور يكتم له بعدين يرد ويكمل. فايش يصير؟ كل العالم تجي توقف عند المدور لانه في اكشن هنا والسيارات رايحين راجعين وشغل، ما عندنا شغل. الهجوله لا كانت على مستوى احترافي اكثر ومرعب اكثر صراحه. يعني كان عندنا، والحمد لله هذه يعني ظاهره انتهت، كان عندنا سيطره على الشوارع هذه عن طريق مجموعات، اوكي، يطلعوا ماشي على قولتك 200 وينطل ناطله، يعني يحذف ما قاعد يفحط، هو قاعد يحذف السياره، فيحذف السياره تلعب واحده 2 3 على 200 يمسكها أكثر. اذا مو اكثر. انا يعني شفتها بأم عيني، يعني كان شيء مرعب جدا وحوادث واكشن، ولكن يعني كان فيها طبعا هذا حيل غلط. الحكومه الله يعطيهم العافيه اشتغلوا كثير على الموضوع، ومن ضمنها ايجاد البدائل. فاحنا عندنا الان اليوم في السعوديه في راسك حبه ما انطحنت، في تقدر تروح حلبة فيها ساحه فاضيه تحرق في كفراتك لين تمل، مو بتطحن الحبه، تسويها لو تبي مشروب، تخلص امورك وتطلع، وكله بشكل نظامي. هذا احسن شيء. فهذه واحده من الاشياء اللي حلت المشاكل هذه. لأنه كان رعب، احنا كنا لا، نمشي لا، رعب. حتى احنا شباب، عرفت، تمشي فجأة تلاقي نفسك وسط موكب ايش فيه يا ساتر، واحد جاي شاطف سيارتي تكفى لا ويشطف امك رايح، فيعني كان رعب جدا. ابي ابو سعود ما قاطعك الخير، في بعد ظاهره ثانيه اللي كانوا يشلونه ويبدلون الكفرات، يبطل الكفر يطلع واحد من السياره يبطل الكفر. هذول طلعوا في توب جير يا رجل قسم بالله ما لهم حل. عندنا ناس انت شفت هذه، انا اقول لك بعد على شغله خلي مخك يوقف السياره الاربع كفرات على بياله شاي. الله اكبر. هذه شفتها أنا قبل. إيه. يا رجل كميه هندسه صارت هنا ما ادري شلون. يعني هذول الاشخاص لو موجودين هني خليهم مكان القبطان اللي بالسفينه. ايوه بالضبط، هذا اللي فاهم. فانا ارجع اقول في مهارات عندنا، في امكانيات جميله من الشباب، في يعني مو بس لما اتكلم كسيارات وكمجتمع سيارات انه شيء فقط تعديل ولا فقط سباقات، في اشياء كثيره. عالم السيارات عالم كبير، مره ثانيه نحن نحتاج الى دعم والتفات كبير يعني. ان شاء الله باذن الله راح نجيب الدعم باذن الله ان شاء الله. زين. سؤال جديد، مو الفقره الاخيره بعدين. في فقره بعد فقرة حلو بعدين. ممتاز. انا بسوي سياره حلو وبسميها سياره السعودي ستيك. حلو. ابي 4 اشياء تختار لي من كل سياره شيء: الشاصي، الماكينه، جير، والسسبنشن. اوكي
خذ راحتك، هذا سؤال خطير على فكره، عجبني. المشكله خيارات واجد الحين. نشوف يمكن نخلي الدعم لمصنع سيارات. ما تدري. انا لازم احاسب على كلامي لانه في ناس يعني تستانس وفي ناس بتزعل. انت الحين قاعد تسولف عن اكيد يعني التشالنجر لازم يكون له جزء، لازم. بجيك اصبر. شوف انا لو باخذ شاصيه باخذ شاصيه كاربون فايبر توب، فباخذ حق الفورسي صراحه. تمام. حلو خفيف. الفا روميو نعم. تمام. جميل جدا متماسك. وفي طبعا كاربون توب من ماكلارن، يعني مو شرط يعني الفا روميو، بس الفكره انه مونيكوك اللي هو قطعه واحده. اوكي حلو. بسقط ماكينه هلكات. انا انسان اعشق الونين، ابي واحد يصيح داخل تبي ياهل تحت الكبوت يقول واه. واه. زين. الجير عندنا البي دي كي حق البورش ما له حل، احنا نقول له بدك على الجير. وش باقي بعد؟ السسبنشن كوكاله ستوك اشوف يعني ضعيف جدا. الفايبر اي سي ار يجي مانيوال على فكره، انت تسوي ادجست لكل شيء. حلو يعلمك بس متعب جدا، انت تبي شيء يرجع لك صراحه يعني وقت الازمات. فعلى الاغلب حيكون تعديل يعني من شركه، ما حيكون من مصنع. حروح دايركتلي على مثلا كي دبليو، ولا بروح دايركتلي على نترون ولا شركات المختصه. يعني سيارة السعودي ستيك باختصار قول لي اياها. كاربون توب مونيكوك قطعه واحده على ماكينه هلكات وغير بي دي كي وسسبنشن تعديل وكفرات تعديل ودوس. هذه سيارة استعمال يومي ولا بس حلبات؟ حق كل شيء. ماكينه هلكات قسم بالله فيها اعتماديه شيء مو طبيعي صاد. والله فيها اعتماديه شيء مو طبيعي. لا تجلد فيها لين تمل ما تقول لا. فانا اعتمد عليها كثير كماكينه، والجير ما يحتاج. تخليها باب واحد ولا بابين؟ باب واحد بابين ليش؟ ليش تاخذ معاك هم؟ خلي كذا مبسوط لحالك. واحد اذا معزز واحد يكفي، بس يكفي. سكر الباب قفل بس. زين السيارة هذه بعدين نبي نحطها على ابلكيشن قوي. ايه خلينا نقول مثلا ابلكيشن، انت اذا عندك ابلكيشن، انا عندي ابلكيشن اشوف ابلكيشن التوب، بس شنو الاشياء اللي تتوقع عشان انا اقول هالابلكيشن هو شيء سوبر او شيء زين اشتري وابيع عليه السيارة؟ تبي تشتري وتبيع، هل تقدر مثلا تختار السعر اللي تبيه؟ السعر اللي تبيه موجود، السيارات اللي ابيها موجوده كلها، الانواع اللي تطري ببالك، كل شيء موجود، صيني امريكي ياباني، وراح نحط عليها يمكن سعودي ستيك اذا صار بعد إيه. والله جامد الابلكيشن. وش هو الابلكيشن؟ فور سيل. اقدم ابلكيشن بالكويت، ابلكيشن اشتغلوا عليه شغل مو طبيعي. انا ما راح اقول لك اغلب السيارات اللي شريتها من ربعي، اكثر سؤال نسال بعض فيه، كم سياره؟ زين بطل الفور سيل، شوف كم سعر بالضبط. انت بتشتريها من صاحبك بس تقارن السعر من عن طريق فور سيل. صح ممتاز والله. انا كنت بشتري منه، شنو كان بيبيع لي؟ الفيات عبد الله المطيري، فيات ابارد اسمها، في ابارد بيبيعني اياها صاحبي. شلون حط التسعيره على ابلكيشن فور سيل؟ كم اصلا فور سيل؟ اي اوكي يلا. فبالعكس ابلكيشن يعني اعتبره التوب هذا. ممتاز. بالنسبه للسؤال الثاني، يلا انت بالربع الخالي ولا سمح الله غرست، ايه شنو السياره اللي راح تطلعك؟ شاص. ارحب. ايه شاص شاص ال 2000 والسواق قحطاني. ارحب. امورك طيبه. زين اسئله الحين ثانيه. اسطوره اليابان بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للعالم؟ لا يعني بالنسبه لك، سؤال شخصي. اسطوره اليابان بالنسبه لي اللي يعني احسها فعلا يعني لعبت وغيرت وتعبت، اللي هي السكاي لاين الار 32 جودزيلا، ذا ريل جودزيلا. انا اشوف السؤال هذا فيه ترفيه حق صاحبنا استانس. بس ترى هي كشره شوي. لا هو عارف، هو في حلقه من الحلقات ابو سعود الله يجزاه خير تكلم عنها، شوف انجازاتها وشوف تاريخها، ترى ما حد كان يقدر عليها.
لا تخلي شخصها معاك ما حد الحين. يقدر ما يقدر عليها. دخلت سباقات وراحت اوروبا ودقت خشومهم هناك كلهم ورجعت. ما عليها كان بعد وحده والله عزز. اوعد عليك يا ابو سعود، ما هذا. عندي عقال ارفع كبوسي. انا اشوف نخلص ونروح الصبيه اذا تبي. قرادي. لا نروح الحلبة عفوا. اي نعم لا، صحيح لا، صحيح. سموها. من الشخص اللي ودك يعدلك على سيارتك؟ سؤال صعب برضو، بحكم اني انا يعني تبت الى الله التعديل، تبت الى الله. انا شفت الويل في التعديل. بس في شخص انا عن نفسي في شخص خليجي اشوفه التوب، بس انت اذا عندك شخص ثاني. والله شوف، يعني مشوار التعديل خلينا نتفلسف شوي. مشوار صعب حلو، بس مشوار صعب. لازم تكون قد المشوار هذا. لازم لما تعدل في السيارة تتقبل نفسيا ان عادي تشوف تشيك انجن. صح لا يضيق صدرك. انا يجوني ناس يا اخي طلع لي تشيك انجن، طيب شو السالفه؟ معدل طبيعي. ايش متوقع يعني يصير؟ عرفت؟ حساس يضرب، العكس ينكسر. لازم تتقبل. داخل تعديل انت، ماكينه تنكسر. طبعا اول ماكينه تنكسر عذاب. راحت الماكينه ما تنام بالليل. اسمع. ثاني ثالث ماكينه طقت ماكينه، اي عادي. جيب البساتم خلاص عارف. عرفت؟ ينكسر عندك شيء هنا معك اول كسره ماكينه. عرفت؟ فلازم تتقبل اذا تبي تعدل، لانه هو مشروع يحتاج وقت، يحتاج اهتمام، يحتاج فلوس. تخرب عليك قطعه ما تلاقيها في الوكاله، لازم تطلبها من برا، فشغلتها شغله. فانا يعني مريت في مراحل كبيره من التعديل على ايام الموزه، لين وصلت مرحله انه لا، انا بشيء ستوك نشيط. اكزوز مبرمجه هذه طبعا ما تعتبر بس تعديل. اذا جالك شخص من برا وقال لك انا بعدل على السياره، من الشخص هذا؟ اوكي شوف، عندنا في الفايبر في شركه اسمها بريفكس، اللي ماسكها واحد اسمه ديك وينكسل. هذا الاب الروحي لماكينه الفايبر الجيل الخامس، هو اللي كان يشتغل فيها في المصنع. فبعد ما قفلوا المصنع طلع راح مع بريفكس وشغال في تعديل الفايبر. عنده كت 9 لتر ستروكر. هذا لو يجي بس راح نسوي له تاج وراح ننزل ترجمه البودكاست. راح نكتب لو تيجي بس. ما عليك امر، نبيك حق بروجكت واحد. بروجكت قوي. ال9 لتر ما شاء الله، هذا يعني حلم. زين. دش سباق سيارات كهرباء. سباق سيارات كهرباء. شوف، التنافس تنافس، اوكي، خلينا نكون منطقيين شوي. بس من صوت من غير صوت الهلكات. ما حيكون في صوت، فانت حتفقد جزء من المتعة. بس متعة التنافس ما زالت موجودة. انا مستعد ادخل في سباق كهرباء وعلى قولتهم اصدم اللي موجودين عشان افوز. مثل ما صار مع كثير من السيارات. ترى صار في عندنا سباق اللي هو مع الجاكور الاي بيس. كان سباق مساند لسباقات الفورمولا اي في سنة من السنين، وقف الحين هو. فكانت الكهرباء يعني الجاكور كهربائية، بس كان حلو السباق. كنت اتمنى اني اسوق، يعني اكون احد ابطال فريق شو اسمه السعودية للسباقات، ويعني اشارك. عندي توجه، بس هل هو خياري؟ لا طبعا مو خياري، يمكن 10 خيار ل 11. زين، اذا في سيارة سبورت صينية، هل تثق فيها؟ شوف، انا يجيني كثير على موضوع السيارات الصينية. لا، سيارة سبورت يعني. ايه سيارة سبورت صينية، لان فعلا صار عليها نقاش طويل. العالم لازم تستوعب نقطة مهمة جدا: السوق مفتوح للجميع، والكاستمر هو راعي القرار الأول. لا هو المصنع، ولا هي البلدة اللي قاعد تصنع، ولا هي السيارة اللي تصنعت. أنت اللي تقرر، اللي بتشتري فلوسك وين بتحطها أنت اللي تقرر. فالصين حتى اليوم قاعدين يحاولون وقاعد يتطورون بسرعة رهيبة جدا لدخول في عالم السيارات الكهربائية سيارات السبورت والسبورت كلها. بس أنا ما أتوقع أن في سيارة صينية سبورت سووها. أغلب سياراتهم اقتصادية. أنت ما مرت عليك اليو 9؟ لا. إيه، عندهم سوبر هايبر كار صينية اسمها يو 9، تمشي على 3 كفرات لو تبي، من كثرة التكنولوجيا اللي هم فيه. أوكي، وتنقز
شفناها بمعرض قطر بس ما يذكر غالب. شفناها. كنا حتى قاعد اقول له يعني ليش سيارتك تنقز يعني اوكي شو الفكره يعني اسرع يمكن تطير. لا هم عندهم يعني نظام سسبنشن مطور وتحكم عالي جدا لدرجه انه ممكن يضغطهم كلهم فجاه في السياره تنقز كذا تعطيها نقزه. قلت شكله هو يغسل السياره بلي الحوش عرفت وما له خلق يدور فيضغط الزر ويسحب اللي من تحت السياره يعني ما في يا اخي ما في. الاشياء اللي شفتها بالصين اللانشنج سياره اكسيد سياره دشت الستيج بدون درايفر هم مبرمجين السياره روبوتات طلعت عشان تدش السياره الستيج بروحها. فانا الاشياء اللي شفتها هناك اتوقع كل شيء. لا اتوقع يعني خليك انت لازم تستوعب الان انه الصين لما تقول الصين ما داخلين ترى في سباقات قويه حول العالم. اقوى سباق انا شفت فيه سيارات صينيه كان رالي دكار. رالي دكار هو اصعب رالي في العالم. صحيح. اسبوعين من العذاب حتى يمكن مو من التنافس. صحيح. وقاعد ينافسون فيه فما اقدر اقول انه ما فيه ولكن في نفس الوقت هم ما زالوا في بدايه. هو ايش فلسفه السياره الرياضيه؟ ايش الفلسفه؟ شنو هي؟ كيف احكم انه هذه سياره رياضيه؟ بادائها. هل هو الاداء فقط؟ هل هو الارقام؟ والتجربه يعني هم التجربه، الاحساس، الطفوله اللي تعيشك اياها، الازعاج، الروائح اللي تشمها في السياره، كل هذه تعبر لك عن سياره رياضيه. لو نقول اداء بس خلاص تجيب شيء كهرباء واضغط الزر ويطير ما في احد يلحقه. بس هي مو بس ضغطه زر، هي عباره عن تجربه كامله. فهذه التجربه الكامله بالنسبه لكوكب الصين اللي قاعد يصنع الحين وهم قاعد يدخلون فيها يحتاجون وقت الين يلمون باقي الاشياء غير عن الاداء والشكل حتى يلحقون. ليش بورشا مثلا يعني مسيطره على العالم هذا؟ عندها سنوات مجنونه من الخبرات. مهندسين البورشا ممكن يعدلون لك شيء صغير في السياره يحسون لك الجيومتري كامل من كثر الليفل او عم بتكلم عربي من كثر المستوى اللي وصلوا له في الخبره في هذا المجال. فهي سنوات. فالصين ماشيين ما ادري متى بيوصلون لكن سنين من الممارسه. طبعا اي شيء بالدنيا يبي له ممارسه 100%. ايش رايك بسياره كورفت سي 8 اللي راح تنزل زد ار1؟ شوف احنا قاعد نسمع الاشاعات انها راح تجي في 8 توين تيربو. صحيح انا اتوقع الكلام صح. راح ما اعرف اذا تاكدت بس راح تجي توين تيربو. اوكي انا من عشاق التنفس الطبيعي. انا بالنسبه لي شفروليه تفوقوا على نفسهم في ماكينه الزي او 6 الجديده اللي تجيك تسمع صوتها بس والله تسمع صوتها تحس انك خلاص ما تبي شيء ثاني. عرفت؟ احس ان التوين تيربو ممكن يعطيها باور واشياء جميله جدا في حين انه كثير من الشركات اصلا قاعد تنسحب يعني من هل انت مع انهم خلوها سياره سوبر كار؟ لا. انا اليوم الحين لو بشتري كورفت بروح اخذ سي 6 زي او 6 511 بيج بلوك حبيبي واحطها في الحوش وادلعها كل يوم انظفها. بس السوبر كار يعني ما يا اخي انك شاري فيراري. انت شوف الكورفت سي 8 لا يزعلون مني ملاك سي 8 شوفها من على الجنب تحسها سيارتين ملصقه في بعض مو ماشي الديزاين صح. ما اتكلم على اداء اتكلم كشكل. في شيء غلط في السي 8 ما احسها كورفت. هي مو كورفت هي مثل ما قلنا عن السوبرا قبل البودكاست إيه؟ المفروض مسمينها اسم ثاني. كان ممكن يسمونها يويسف شيء كيف يسمونها اي شيء بس كونسبت السياره يغيرون الايدنتيتي كلها ويحطونها. بس ما قاطعك بالخير يعني ابو سعود هذه اول مره هم يسوون فيها كورفت ماكينته ورا على قولتك ممارسه. يعني هذه توهم يددوا هم بالمجال ان انا احط ماكينه ورا. فممكن مع السنوات الجايه لما يتغير شكل السياره تغير. ما عليه احنا حقين سيارات ترى مخنا تنك. ادري والله انا نفسك اول ما انا تعودت الكورفت بشكل احبها بهالشكل هذا. صحيح يعني الحين لو ينزل لي هلكات ماكينه وسطي بقول له يا عمي خذ سيارتك لا تسوونها. سمعتوا سمعت لا تسوونها. تسوي تاج دوج الفايبر اللي هي في عزها لو ينزلونها الحين ماكينه وسطيه بقول نفس الكلام. يعني مو علشان هي بس انها الكورفت في خطوط حمراء عندنا احنا في مخنا صحيح ما نبيها. يعني ما نبي احد يتجاوزها. نفس الكاب هولدر اللي كان الفايبر. عرفت؟ فعندنا تصور يعني مثل ما تفضل غالب على سالفه السوبرا الجديده. يعني
مع اني انا اشوفها من انجح السيارات، يمكن مشكلتها الاسم ما اعرف، بس هي سياره ناجحه. بس السوبرا لما تقول لي سوبرا اتوقع يجي في بالي المارك 5، يروح على طول الفور على طول. بعدين تشرح لي الجديده، اوكي قصدك الجديده، قول الجديده يا اخي، قول العاون بي ام دبليو، ايه قول البي Z4. ايه. فنفس الشيء مع الكوربت، ما يلغي هذا الشيء انها سياره جباره وادائها جميل صحيح. والزيو 6 ما لها حل، ما هذا ما يلغي، بس كتقبل شخصي انا عندي مشكله للحين بعد زين شنو سياره الطموح؟ نكست ستيب يعني. الطموح خلال نكست ستيب 10 سنين، سياره يعني سياره لما تاخذها انا خلاص ختمت اللعبه. انا شوف يعني في حياتي الله اكرمني الحمد لله، الحمد لله، دائما نحمد الله سبحانه وتعالى، نعيش في نعم والله. الحمد يعني لله الحمد لله. احيانا ننسى قديش احنا عايشين في نعم. فالله اكرمني واخذت سياره احلامي الفايبر الاي سي ار المجنحه، فانا بالنسبه لي هديت خلاص لاني حققت الحلم مثل ما يقولون. النكست ستيب. فالنكست ستيب بالنسبه لي راح يكون جدا شاطح ومميز وغريب، يعني ممكن يعني اشطح في سيارات مختلفه تماما عن اللي احنا فيه. حطلع من الامريكي وحطلع انا حاس في سياره ببالك. في كثير، انت لو تشوف الليسته عندي يمكن عندي 100 سياره. عندي مثلا على سبيل المثال لا الحصر البورشه الجي تي 3 ار اس، على ايامنا هذه احسها حلم، يعني مش حقطع نفسي عشان اجيبها، بس يعني هذه فعلا حتكون نقله نوعيه بالنسبه لي. الله يرزقك باذن الله، تستاهل حبيبي، وكل السامعين يا رب يرزقهم كل ما يتمنون. اللهم امين اللهم امين. الاستون مارتن الدي بي 12 ما انا بصيح واجيب واحده قسم بالله. جراند تورر واصلا ترى طلعوا لها اسم خاص فيها اسمه سوبر جراند تورر، هي اصلا فعلا لحالها. تاخذها تمشي فيها تقطع الشوارع تدعس تستانس تنبسط، تنزل معك استون مارتن، شيء خرافي. عندك من الفراريات القديمه، ودي اخذ شيء كذا قديم، تستروسا، اشياء هذه ان شاء الله، على اساس انك تعيش الاجواء. يعني لسته طويله صدقني، يعني ممكن البودكاست يطلع علينا الفجر ما زين وصلنا للفقره الاخيره المنتظره اللي ناطرينها، اللي انت قلت حق الكويت كلها شنو الفقره الا انا وبسعود ما قلت لنا. الحين هي لعبه بسيطه يعني. يلا انا راح اوريك سيارات. حلو. ما ابي اقول لك اوصف الشخصيه، عرفت توصف الشخصيه اوصفها، ابي وظيفه الشخص. تتوقع شنو المفروض الشخص اللي يشتغل؟ تمام. السؤال لك ولا شو اسمه عبد العزيز. تبي تضحك غالب؟ انا قول ابي اضحك. انا ابي اخذ انا يعني انا اشوف سيارات ابي راح نحطهم احنا. اوكي يلا راح نبدي بالسياره الاولى. ورب سعود. هلا هذا يا طويل العمر من الحسا ويعشق شيء اسمه موستنج، وموظف في وزارة عسكري. لا مو عسكري، لا وزارة المياه ولا وزارة ويعشق شيء اسمه موستنج. زين السيارة الثانية بس اعكسها شوي لأن النور عاكس. هذه تسلا. هذا مدير شركة عنده بزنس هو أصلا. عرفت، ويا أن عايش، وخلنا نقول هو عايش في الرياض. عرفت، فعارف يعني الأجواء الحلوة، وما أخذها كذا تحدي. بس عنده سيارة ثانية وما أخذ هذه بس. ما أخذها كذا تحدي، بس يبي يسوي شو ذكورة. زين هذه سيارة وايد مهمة لي. أيوة ولا أوف هذا واحد اسمه يوسف. لا أبي السيارة هذه شفتها بالشارع. شنو شخصية الرجال هذا؟ اوكي خذ راحتك. الجي تي ار الار 35 يسوقها واحد في الدمام، اوكي عندنا، وموظف في قطاع صناعي كاره حياته وماخذ السيارة هذه عشان يعيش حياته. ويلي عليك برد اصفق. زين سيارة ما نزلت عندنا. اوكي بس هم قاعد نشوفها بالشوارع اللي برا. حلو. سايبر تراك. مان السايبر تراك هذه واحدة من أكثر السيارات اللي عليها جدل في العالم يعني. فأنا أتوقع اللي يسوقها واحد يحب الجدل،
يبي يسوي شوشره في العالم. انا الامانه عجبتني نوعا ما شكلها المريب، ايه الازعاج اللي بالشارع، هذا اللي قاعد اتكلم عنك، هاي يدور الجدل. يدور جدل. الازعاج بالشارع، الشكل الغريب، شكل ما تدري شنو هي، وين يداوم. هذا ما يداوم طال عمرك. هذا عنده مزرعه. هذا نداوم عنده. اي هذا الداوم عنده يا حبيبي. زين زين هذه هذه وشي ما اشوف. صني مغيم 100%. صاني مغيم، هذا عسكري، عرفت؟ مو يعني ماسك في منطقة بعيدة على حدود، ويبي سيارة تمشيه بس ما تصرف فلوس، والكتم ذا علشان هو إذا طفش يروح ينام في السيارة. زين اوبا اوف. اوبا اوبا. اوه لا، هنا الكلام يختلف على تعديلها. على هي السيارة هذه بالضبط. السيارة هذه على تعديلها، هذا واحد مهندس فاهم في الهندسة وعاشق للسيارات، فهو غالبا يشتغل في شركة مرموقة وماسك منصب جميل ومخه مفصول. السوبرا الجديدة. السوبرا الجديدة. اخو اللي قاعد يداوم بالشركة. لا أخوي لا الصغير. لا، شوف السوبرا، خليني بشرح لك الفرق. اللي يحب السوبرا، أنا بالنسبة لي هو إنسان يبي يحقق حلم الحين، فهو راح شرى الحلم وخلص ختم اللعبة. اللي يبي ياخذ السوبرا الجديدة فهو إنسان يبي يستكشف لسه هذه السيارة ما بعد صار لها اسم مثل المارك 4. فهذا إنسان مستكشف، يحب يعني المغامرات ويحب الطلعات ويحب يشوف الأشياء الجديدة، فماخذ السيارة هذه علشان يستكشف السيارة. حكيم يا أبو سعود، حكيم. وين يداوم وين ساكن؟ فهو غالبا يداوم في شركة خطوط جوية، وساكن في دبي ولا ساكن دبي. يستعملها كل يومين. إيه؟ هم صح. زين بلونها وشكلها هذا وين يا ابوي خنبقة ذي؟ زين ليش مطلع لنا اللون والشكل هذا؟ انا ابي السيارة هذه. هذا واحد ما يفهم في السيارات ولا يعرف ايش يعني تعديل، ولا عنده ذوق. ولا عنده ذوق. ما ودي اسبها الحين، لكن يعني نقول انه هذا انسان عايش في قطر اجنبي، إيه. الله رزقها فلوس وراح سوها السيارة. لأن تلاقيه من بدو شرق أوروبا ولا شيء. زين شوف هذه ما أحد يمتلكها إلا عنده من الخير الكثير يعني. فيعني أكيد إن أحد الأسماء اللماعة والبراقة في التجارة أو من المناصب الكبيرة في الدولة. كم عمره؟ 50. مستحيل ياخذها واحد صغير. هذه مستحيل يفهم إيش يعني هذه السيارة واحد صغير. زين هذا تو داخل الجامعة. بس ما عنده ما فلوس. بعد توظف بس ما للحين. عنده فلوس يرفع الرفعة ويركب حبيبي بابا ألو شيك انت. تو داخل الجامعة يبي سيارة يهايط فيها، فأخذ هذه الجميلة من فلوس الوالد. ورا السيارات يكبس لهم، فتح لي طريق، يطلع يده بالقزاز، أحد يعدي. هلا ابو حديده تو مصوره تونا على الاشاره مصوره على التقاطع. الله تونا مصوره. انت شوف هذه حلقه ابو حديده، سالفه جانبيه سريعه. الحلقه ما شاء الله تبارك الله ضربت، بس الكلام وين؟ في نهايه الحلقه انا تكلمت باللهجه الحساويه بحكم عشق اهل الحسا لهذه السياره. ليش عندهم العشق هذا؟ ابو حديده حبيبي تراث، هذه السيارة اللي عاشت معاهم في صغرهم، عاشت معاهم في تاريخهم، عاشت معاه أبوي كان عنده واحدة. اللي صار إنه بعد الحلقة هذه العالم تقول إنه أنا حساوي. أصلا في ناس تسميني الحساوي لأني تكلمت على أبو حديدة
باللهجه الحساويه في نهايه الحلقه. يشرفني اكيد اكون من اهل الحسا، ونعم بالجميع ونعم بالجميع. ولكني لست من اهل الحسا للاسف. هل السيارة هذه نشوفها الحين موجودة بالسعودية؟ موجود، عليك باعداد كبيره فوق ما تتخيل. زين، على التعديل هذه بي ام M2 فيها من التعديلات الكثير. هذه موظف بنك، اوكي، وعمره يمكن 35، عرفت، وقاعد يحاول انه يدخل معانا في عالم السيارات، بس هاجة معه شوي، ما تضبط وياه. يداوم شفت بالويكند شكله. حبتين يا ولد، حبتين. ابي هذه السيارة شنو لك؟ شوف، الاساطير اساطير، إيه؟ ولو دار الزمان، إيه؟ ولو تغير، ولو جابوا وراحوا ورجعوا، تظل اساطير هذه. وهذا ترى واحده من الاشياء اللي خلتني اتحمس اطلع في السوشيال ميديا اتكلم عن السيارات هذه، لانه ما قاعد تاخذ حقها. ترى هذه السياره اللي انت تشوفها الحين، في ناس مو بتعشقها، في ناس الى الان تمتلكها، والى الان تجدد فيها، والى الان بالنسبه لها ما تشوف غيرها سياره. هذا اكيد من اهل الطايف. اوكي، وموظف في مركز حكومي، ويعشق شيء اسمه كلاسيك. والله يبارك له اذا عنده هذه، الله يبارك. ابو سعود قول له ليش وقفوها لكرسيدة تويوتا؟ كرسيدة يا حبيبي، ليش وقفوها؟ انا سمعت والعلم عند الله. يقول لك غلطة اليابان انهم سووا السيارة هذه. انا اللي سمعته، انا خرب الاقتصاد. يدي الله يطول بعمره. كان عنده واحدة، سمعتها يا جماعة السيارة هذه ما تخرب. يقول لك غلطة اليابان انهم سووا السيارة هذه. طبعا في ناس تقول ان الكلام مو صحيح، بس انه احنا نحب نقول الكلام، لان انا بالنسبة لي هذا تفسير احلى يعني. هذا احلى تفسير، انها ما تخرب. والدليل على ذلك اليوم تجي الرياض، واحدة من اكثر المدن تطورا في الفترة الأخيرة، كل السيارات تشوفها في الشارع عندنا تلاقي فيها كرسيدة، وتمشي وتمر صناعية وتحمل أغراض وتروح أمورها تمام. موتر 2024 شغالة ما في أي مشكلة. عفوا عليك. زين، هذه عندي هم سيارة، مشيت بالشارع وشفتها، شنو راح تقول عن الشخص هذا؟ شنو شخصيته؟ شنو هو؟ يلعب على الوتر الحساس أبو غالب. هذا إنسان الله يهديه، الله يهديه. شوف، هو أكيد مهندس. صناعة سيارات، محترم إذا ما تبي تقول أنا ممكن أقول. شوف، عشاق الفايبر ترى نادرين وقليلين، بحكم أن السيارة هذه ترى صعبة. ترى العالم تشوفني أسوق السيارة تحسبني معصب. والله ترسل لي وتصور ايش فيك معصب؟ انا مو معصب، انا مركز. السياره يبي لها تركيز غير عادي وازعاج، واصلا انت ما تشوف اللي حولك وخايف احد كذا تسوق. مو معصب يعني. اللي يعشق السياره هذه يعشق ايش يعني سيارات. فلسفه السيارات كلها تتمحور حول السياره هذه. يحب يكسر ارقام بحلبات، يحب مو التحدي. مو شرط ترى، مو كل الناس عبد العزيز واحد. لكن امتلاك السيارات هذه مو بس الفايبر، النوادر اللي تمثل شيء معين، السوبرا، السكاي لاين وغيرها من السيارات الجميلة، ترى مو شرط لازم ياخذها عشان يسابق فيها، ولكن هو يقدر ايش امكانيات السيارة هذه. يعني انا لما عجبت في الفايبر الاي سي ار، لان ادري السيارة هذه تقدر تسوي. الحين انا سويت ولا ما سويت هذا موضوع ثاني، بس السيارة فيها الامكانيات انها تسوي هذا، بالنسبه لكثير من الناس يكفي، عشان كذا اشتريها. يعطيك العافيه. نبي كلمه اخيره منك، خلصنا الحين، بس ابي كلمه حق الناس اللي قاعد تتابعك على الانستغرام، الناس اللي ودها تدش سباقات، الناس اللي ودها تمتلك سياره معينه، شو يسوون؟ شلون يدشون السباقات؟ ابي تعطيهم من خبرتك اللي على مدى السنين. والله شوف، يعني اول شيء الكل خير وبركه، وانا احب من هذا المكان يعني اشكر كل واحد يعشق السيارات، واقول له صح عليك. انت مخك صح، لان عشق السيارات ترى ما بدا من اليوم. احنا لو تبي ترجع لبدايات الانسان، اصلا الحركه هي اساس الحياه. فالناس اول كانت تمشي على رجولها، تطور شوي صاروا يركبون الدواب، كانوا يركبون الحصان، عزكم الله واكرم الله السامعين، الحمار،
ثور، كل هذه الدواب، وكان لها هدفها في التنقل، وكانوا يسابقون عليها، وكان لها أسماء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة عنده والسلام ناقة، وكانوا يعني العرب كلهم مبسوطين إن ما حد يقدر يسبقها، إلين طبعا جاء واحد أعرابي وسبقها. بس مو موضوعنا، إنه هذا من بدايات الزمان، إحنا امتداد، إحنا ما قاعد نخترع شيء جديد في السيارات، اللهم بدال حصان صاروا 700 يعني 700 حصان 700 حصان. فإحنا لنا عشقنا ولنا هوايتنا ولنا الشيء اللي نحبه، فهذا يعني شيء جميل جدا. إحنا قاعدين نحاول قد ما نقدر نبين للناس الجمالية خلف هذه الرياضة أو هذه الهواية إن صح التعبير. فكل واحد يعشق السيارات، هذا إنسان فاهم في الحياة، والله يوفقه. دنيا وآخرة. إيه. وبالعكس استمروا في هواياتكم، ما عليكم من أحد، انبسطوا وعيشوا حياتكم، حياة قصيرة، إحنا كلنا مارين مرور السلام، وإن شاء الله نترك أثر جميل يعني عند الناس. مشكور، يعطيك ألف عافية. أحب أشكرك يا أبو سعود على تلبيتك حق الدعوة والحضور، الله يعطيك ونورت الكويت. أقول لك مرة ثانية مكانك وبين إخوانك وأهلك، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك ببودكاست ثاني وثالث ورابع وخامس، وإن شاء الله العمل بين أبد. بالعكس لي الشرف، وشكرا على الاستضافة. وأختمها أنا بسؤال برضو، ستريت 965 إلى أين إن شاء الله؟ إلى العالمية بإذن الله. التوفيق. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية، ما قصرت يا أبو سعود.